أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن ثورة حقيقية بتحصل دلوقتي قدام عينينا، وهتغير تماما طريقة تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي، وهتخلينا إحنا اللي نمتلك القوة دي. خلونا ندخل في صلب الموضوع على طول. السؤال اللي شايفينه ده مش مجرد كلام، دي حقيقة. يعني لو لسه بتدفع اشتراك شهري، عايزك بس تتخيل معايا إنك ممكن تاخد نفس القوة دي ويمكن أكتر كمان، وتبقى بتاعتك للأبد ومن غير ما تدفع مليم واحد. بس استنى يا مصطفى، الموضوع ده فيه قلق. يعني أنا كمهندس الكود اللي بكتبه ده هو أسرار شغلي كلها، أسرار الشركة. فكرة إني أرفعه على سيرفرات بتاعت شركة تانية عشان يساعدني، الفكرة دي لوحدها مرعبة. مين يضمن لي البرايفسي بتاعتي؟ بالظبط، وهو ده بقى مربط الفرس، ودي عبقرية الحل اللي هنتكلم عنه. بصوا كده على المقارنة دي. مع الكلاود AI بياناتك وكودك بيترفعوا عندهم، لكن مع اللوكال AI كل حاجة على جهازك، كل حاجة تحت سيطرتك. هناك بتدفع اشتراك وبتتحاسب على كل كلمة، كل توكن. هنا ببلاش تماما. هناك لازم نت، هنا شغال أوفلاين عادي جدا. هناك استخدامك ليه حدود، هنا مفتوح، استخدمه زي ما انت عايز من غير أي قيود. والتقنية دي اسمها Local LLMs. ببساطة شديدة دي هي نفس الموديلات الجبارة اللي بنسمع عنها، زي لاما 3 بتاع ميتا. بس بدل ما بتكلمها على سيرفراتهم، لأ، انت بتنزل الموديل ده كله على جهازك ويبقى ملكك. تحكم كامل وخصوصية ما فيهاش كلام، مضمونة 100%. أيوة، بس أكيد الموضوع ده معقد بقى من الناحية التقنية ومحتاج إعدادات وقصة، صح؟ لأ، دي كانت الصورة زمان. دلوقتي زي ما مكتوب كده بالظبط، الموضوع فعلا بقى أسهل من إنك تنزل لعبة. بص بنفسك، هما خطوتين. هتفتح التيرمينال وتكتب الأمر ده، ولاما run لاما 3 وتدوس انتر. بس كده، مبروك، بقى عندك واحد من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم كله على جهازك. الموضوع بالبساطة دي. تمام، أنا كده اقتنعت بالسهولة دي. بس أكيد في أدوات مختلفة. يعني إيه أشهر الحاجات اللي الناس بتستخدمها في القصة دي؟ سؤال ممتاز. بص، في طريقين أساسيين وكل واحد فيهم ليه مميزاته. الأول هو أولاما، وده بيشتغل عن طريق سطر الأوامر الكماند لاين. ده سريع جدا وبسيط ويعتبر اختيار أغلب المطورين. الطريق التاني هو LM Studio، وده بيديك واجهة رسومية كاملة GUI، يعني برامج بتفتحه وتستخدمه بالماوس عادي. وده ممتاز للي بيحب يجرب موديلات مختلفة بسهولة ومن غير ما يكتب أكواد. طيب استنى، أكيد بقى الموضوع ده محتاج جهاز إمكانياته جبارة، يعني سوبر كمبيوتر، عشان يشغل الموديلات دي كلها. لأ، دي أكبر خرافة بتتقال عن الموضوع ده، والحقيقة عكس كده تماماً. شوف بنفسك، لو معاك أي جهاز ماك بالبروسيسور الجديد M1 أو أحدث، أو حتى لابتوب عادي في كارت الشاشة انفيديا من الموديلات الحديثة، أدائك هيكون ممتاز جدا في تشغيل نماذج بحجم 7 و8 مليار بارامتر. ودي نماذج قوية جدا على فكرة. يعني من الآخر، أغلب الأجهزة اللي مع المطورين والمصممين دلوقتي جاهزة للثورة دي. والحلو كمان هو التنوع الرهيب. يعني عندك لاما 3 من ميتا اللي أداؤه بينافس أقوى الموديلات المدفوعة، وعندك فاي 3 من مايكروسوفت، وغيرهم مئات الموديلات الأوبن سورس اللي تقدر تجربها وتختار اللي يناسبك بالظبط. الخلاصة بسيطة جدا يا جماعة، المستقبل هو الذكاء الاصطناعي المحلي. المهندس الشاطر هو اللي بيبني بيئة العمل بتاعته دي عشان يضمن أمان كامل لشغله، ويوفر على نفسه وعلى شركته آلاف الدولارات اللي كانت بتدفع في اشتراكات. والرقم ده بيلخص أهم ميزة في كل اللي قلناه. التكلفة عشان تبدأ وتنزل وتشغل كل الموديلات الجبارة دي هي صفر، مجاناً تماماً. بصراحة أنا متحمس جداً أجرب الموضوع ده أول ما نخلص، وده المطلوب من كل اللي بيشوفونا. انضموا للثورة دي. الخطوات واضحة قدامكم. نزلوا أولاما النهاردة، جربوا تشغلوا لاما 3، والأهم من كل ده شاركونا تجربتكم في التعليقات. قولوا لنا، هل حسيتوا بفرق في السرعة والاستجابة لما الموديل بقى على جهازكم؟ مستنيين نسمع رأيكم.